يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن وأحوال كثيرة، منها عند الدعاء، حيث تبدأ الدعاء بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أرجى للقبول وإجابة الدعاء. عن عبد الله بن مسعود قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله تبارك وتعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. وعن فضالة بن عبيد يقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. عمر بن الخطاب قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.